الجزء الأول من قصة ستيف وأليكس اللي اتظلموا في حي الشرابية، تابعوه يا أحلى سميعة. ستيف وأليكس كانوا توأم عندهم 15 سنة، عاشوا طول عمرهم في أمريكا، لكن القدر ما كانش رحيم بيهم. بعد ما أبوهم وأمهم ماتوا اضطروا يسيبوا كل حاجة ويرجعوا يعيشوا مع جدتهم في حي الأشجار. وهنا بدأت حكايتهم. في يوم من الأيام طلعوا يلعبوا بالكورة قدام البيت، وبعد شوية جاعوا وستيف قال لأليكس تعالي ناخد فلوس من شنطة جدتنا من غير ما هي تعرف. دخلوا البيت وراحوا أوضة جدتهم. ستيف بياخد الفلوس من الشنطة وأليكس واقفة تراقب من عند الباب. خدوا الفلوس من غير ما الجدة تحس، وده كان أكبر غلطة عملوها وهيدفعوا تمنها غالي قوي. راحوا يشتروا برجر، لكن ولسوء حظهم. لو حاسين اللي عملوه غلط لايك وشير، واستنونا في الجزء الثاني من التوأم الضائع.